الله الرحمن الرحيم. الموضوع بيان الذكرى العاشرة للإبادة الجماعية للمكون اليزيدي. لا يخفى على العالم جمعاء بأن ما جرى على المكون اليزيدي في 3/8/2014 يصنف بأبشع جرائم العصر، إنها مؤامرة دولية قطرية تركية سعودية كردية، نتج عن مؤتمر عمان الذي حضرها مسعود البرزاني قبل حدوث الإبادة بفترة قصيرة. إن انسحاب القوات البشمركة من سنجار ليس صدفة، وإنما خطة ممنهجة ومرسومة من قبل قيادة حكومة الإقليم، حيث إن الغيرة وغريزة الإنسانية وتأثير فكر القائد جعل الفرسان 12 المتواجدين في جبل سنجار آنذاك مشاريع للفداء والشهادة، حيث هرعوا إلى ساحة القتال ليلتحقوا بإخوانهم شباب ومقاتليه يزيد خان البطلة لمواجهة الدواعش، علما إنهم قاموا بكسر شوكتهم، وبعدها وبصواعد قوات الجريلا البطلة قاموا بفتح طريق آمن من خلال الأراضي السورية لإجلاء عشرات الآلاف من عوائلنا إلى ملاذ آمن. إذ نحن نستذكر هذه الذكرى الأليمة الذكرى العاشرة لجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب اليزيدي، نريد أن نقول للمجتمع الدولي والمحلي بأن الإبادة لا زال قائمة بكل تداعياتها وإيديولوجية بكل معاناتها بكل تداعياتها وإيديولوجية مرتكبيها. ونحن هنا نستذكر آلامنا ومعاناتنا في ذكرى العاشرة، والدولة في مجال القانون لا يزال عاجزة أن يأخذ مجراها الصحيح، ليس فقط في إنصاف الضحايا فحسب، بل عن معاقبة الجناة والمسؤولين عن سقوط سنجار. 10 سنوات كانت كافية لالتفات أنظار الجهات المسؤولة والذين يدعون بالإنسانية نحو تناسي جريمة الإبادة. وإلى يومنا هذا قرابة 3000 فرد يزيدي مجهول المصير، وعشرات من المقابر الجماعية لم تفتح بعد، واستخدام أهالي في الصراعات الدائر سواء في مناطق النزوح ومناطق العودة. إذ نطالب الحكومة العراقية المؤقرة ودولة رئيس الوزراء تحديدا بضرورة تبني الخطوات الحقيقية في مجال تطبيق العدالة والقانون حسب المعايير الدولية المتبعة بعد حالات الإبادة، ومنها تحقيق العدالة بخصوص ملاحقة ومحاسبة المجرمين بمحاكم عادلة، وأن يبعد شملهم بأي عفو عام أو خاص، وتحويل سنجار إلى إدارة ذاتية ديمقراطية مستقلة لضمان حقوقها وإدارتها من قبل أبنائها حسب مادة قانونية من الدستور العراقي، ولكي تتحرر سنجار من الصراعات السياسية والطائفية والتغييرات الديمغرافية. عاش يزيد خان حرة أبية، عاش سنجار حرة مستقلة، عاش القائد المجاهد عبد الله أوجلان. الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار، الخزي والعار لعدو الإنسانية داعش الخسيس قوم الكفر والشر. مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنغال في 3 آب 2024، والسلام.